مرحبا بكم في رحلة ساحرة إلى مدينة مكناس المغربية، جوهرة التاريخ الإسماعيلي وعاصمة السلطان المولى إسماعيل. تحتضن مكناس بين جنباتها إرثا تاريخيا عظيما يمتد لأكثر من 3 قرون، حيث شيد السلطان المولى إسماعيل عاصمته الفخمة بقصورها المهيبة وأسوارها العالية التي تمتد لأكثر من 40 كيلومترا. عندما تطأ قدماك أرض المدينة القديمة ستأخذك الأزقة الضيقة في رحلة عبر الزمن. باب المنصور العملاق، ذلك الباب المهيب الذي يعتبر تحفة معمارية فريدة، يرحب بك ليفتح لك آفاقا من الجمال والعظمة. تتجلى روعة العمارة الإسماعيلية في قصر المولى إسماعيل بزخارفه الدقيقة وحدائقه الغناء. وفي دار الماء تشهد على عبقرية المهندسين القدماء في تخزين وتوزيع المياه. أما الهريسواني فيروي قصة مخازن الحبوب الضخمة التي كانت تكفي المدينة لسنوات. في ساحة الهديم تنبض الحياة بإيقاع يومي متناغم، حيث يلتقي الماضي بالحاضر في مشهد فريد. الباعة المتجولون، الحرفيون المهرة، والمقاهي التقليدية، كلها تشكل لوحة حية نابضة بالأصالة المغربية. المدينة القديمة المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو تحكي قصة حضارة عريقة. أسوارها وأبوابها التاريخية تشهد على عصر ذهبي من تاريخ المغرب، حين كانت مكناس عاصمة إمبراطورية مترامية الأطراف. وفي كل زاوية من زوايا المدينة تجد نفسك محاطا بتفاصيل معمارية مذهلة، من النقوش الإسلامية الدقيقة إلى الأقواس المتداخلة والزليج المغربي الأصيل. أصدقائي المشاهدين، مكناس ليست مجرد مدينة تاريخية، بل هي كتاب مفتوح يروي قصة مجد وعظمة. إذا أعجبكم هذا المحتوى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمتابعة كل جديد عن كنوز المغرب التاريخية. دمتم في رعاية الله وأمانه.